يا أهلا بيكم في ليلة من ليالي دوري أبطال أوروبا اللي مش بتتنسي. ليلة شفنا فيها فريق بينهار وفريق تاني بيفرض كلمته بقوة. النهاردة هنشوف مع بعض إزاي ريال مدريد قدر يسيطر على مانشستر سيتي تماماً في مفاجأة من أكبر مفاجآت البطولة. والنتيجة 3-0. أيوة، 3-0. نتيجة صادمة ومحدش أبداً كان يتخيلها بالشكل ده، خصوصاً في ماتش بين فريقين بالتقل ده. الكلام ده كان في ذهاب دور ال16 في الشامبيونز ليج. ريال مدريد بيستقبل مانشستر سيتي على ملعبه في سانتياغو برنابيو، وطبعاً اللعب في البرنابيو لوحده بيحط ضغط رهيب على أي فريق قبل حتى ما الماتش يبدأ. الشوط الأول هو ده كان قصة الماتش كلها. ريال مدريد كان نازل الماتش وهو في دماغه حاجة واحدة بس: نضغط من قدام ونخطف الكورة ونستغل أي مساحة دفاع السيتي يسيبها. وده بالظبط اللي حصل من أول دقيقة. بصوا معايا كده على تسلسل الأهداف عشان نفهم حجم العاصفة دي. أول جول في الدقيقة 20، بعدها ب7 دقايق بس جول تاني في الدقيقة 27، وقبل ما الشوط الأول يخلص جول تالت في الدقيقة 42. ده كان انهيار كامل من مانشستر سيتي اللي ملحقش ياخد نفسه قدام سرعة الريال. طيب تعالوا نمسك الهدف الأول ده ونحلله خطوة بخطوة. الحكاية كلها بدأت من عند الحارس تيبو كورتوا. تمريرة طولية بالمسطرة كسرت كل خطوط ضغط السيتي. بعدها الانطلاقة العبقرية من فالفيردي اللي قرأ الملعب صح. استلم الكورة وبكل برود أعصاب عدى من الحارس وحطها في الجول الفاضي. هجمة مرتدة من الكتاب. ومع الأداء الخرافي ده لازم نقف عند بطل الليلة الأوحد، نجم أوروجواي فيدريكو فالفيردي. الراجل ده قدم أداء مش بس رائع، لأ، ده أداء للتاريخ. كان هو الدينامو اللي بيحرك خطورة ريال مدريد كلها. فالفيردي سجل ال3 أهداف بتوع ريال مدريد كلهم، واللي عمله ده في عالم الكورة ليه اسم، وهو هاتريك. والهاتريك ده ببساطة إن لاعب واحد يسجل 3 أهداف في ماتش واحد. إنجاز فردي مش سهل أبداً، خصوصاً لما يكون في ماتش إقصائي في دوري الأبطال. بس طبعاً الإنجاز الكبير ده ما كانش مجهود فالفيردي لوحده. هنا بنشوف قد إيه اللعب الجماعي كان مهم. الجول الأول الأسيست من الحارس كورتوا، والتاني من فينيسيوس جونيور، والتالت من إبراهيم دياز. يعني منظومة كاملة بتشتغل عشان تخدم نجمها. بعد السيطرة المدريدية المطلقة في الشوط الأول أي حد كان ممكن يقول إن الماتش خلاص اتحسم، لكن الشوط التاني كان لسه عنده كلام تاني، وشفنا دراما من نوع مختلف خالص. هل القصة وقفت عند ال3 أهداف دول؟ لا طبعاً. زي ما احنا متعودين من دوري الأبطال دايماً في مفاجآت، حتى في الماتشات اللي تبان إنها خلصت. في الدقيقة 57 ريال مدريد بياخد ضربة جزاء. دي كانت فرصة ذهبية عشان النتيجة تبقى 4-0 والموضوع ينتهي تماماً. فينيسيوس هو اللي داخل يسدد، لكن الحارس جان لويجي دوناروما بيعمل تصدي خرافي وبيمنع الهدف الرابع. اللقطة دي مش مجرد تصدي، دي لقطة ممكن تدي أمل للسيتي في ماتش العودة. طيب بعد النتيجة الصدمة دي والهاتريك التاريخي والتصدي الحاسم، الفوز ده معناه إيه لمستقبل الفريقين في البطولة؟ الخلاصة دلوقتي إن ريال مدريد معاه أفضلية مريحة جدا 3-0 قبل ما يسافر يلعب ماتش العودة في ملعب الاتحاد، يعني يعتبر حط رجله ونص في دور الثمانية. بس السؤال المهم اللي بيفضل موجود هو: هل القصة خلصت فعلا لمانشستر سيتي؟ تاريخ دوري الأبطال علمنا إن مفيش حاجة اسمها مستحيل في البطولة دي، والإجابة النهائية هنعرفها في معركة الإياب.